استقرار عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل المقرر له مواجهة حرس الحدود اليوم في الدوري المصري الممتاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستضيف الأهلي نظير حرس الحدود مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز. ويدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، في حين يحتل حرس الحدود المركز التاسع في مجموع المنافسة على اللقب برصيد 22 نقطة. ويأمل الفريق الأحمر في تحقيق الفوز لمواصلة مطاردة المتصدر بيراميدز وتعزيز حظوظه في المنافسة على التتويج باللقب هذا الموسم. وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن مؤخرا عن تغييرات فنية بعد رحيل المدرب السويسري مارسيل كولر، حيث تم تعيين عماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني ومدربا عاما، إلى جانب تولي محمد يوسف منصب المدير الرياضي واختيار محمد شوقي ضمن الجهاز الفني، وذلك عقب استقالة الثنائي محمد رمضان وسامي قمصان. تشكيل الأهلي المتوقع أمام حرس الحدود: حراسة المرمى مصطفى شوبير، خط الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا، خط الوسط مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، الهجوم وسام أبو علي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ياريت ما تنساش اللايك والإعجاب بالقناة، وأهم حاجة تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.